في عام 2025 خيم الصمت على المجتمع العلمي. لقد أصبح المستحيل حقيقة. ترددت أصداء حياة تحتمس في أروقة مكتبات القاهرة القديمة ومختبرات هارفارد العقيمة. أثمرت عملية نقل الذاكرة الجينية التي كانت في يوم من الأيام نظرية هامشية تنتمي إلى عالم الخيال العلمي. كان الموضوع هو الفرعون تحتمس الثالث، نابليون مصر القديمة. ذكرياته، أفكاره، جوهره ذاته بعثت من غبار آلاف السنين. تم استخراج الذاكرة الجينية للفرعون من شظايا عظام هشة وإعادة بنائها بشق الأنفس، وتم زرعها بنجاح في عقل متطوع راعي أغنام من المناطق النائية الأسترالية. حبس العالم أنفاسه عالقا بين الرهبة والتوجس. راعي الأغنام الذي كان غافلا عن تعقيدات الكتابة الهيروغليفية يتحدث الآن عن معارك العربات وعبادة را. كانت التجربة ناجحة، لكنها كانت بمثابة نداء صفارات الإنذار الذي يستدعي البشرية نحو مياه أخلاقية مجهولة. لم يعد السؤال هو ما إذا كنا نستطيع، بل هل ينبغي لنا ذلك؟ لقد فتح نجاح مشروع تحتمس الباب أمام الماضي. اندفعت البشرية وهي ثملت بقوتها المكتشفة حديثا نحو مهمة أكثر جرأة وأكثر خطورة. بدأت الهمسات قولا بنبرة هادئة، ثم بهمسات حارة ترددت في جميع أنحاء العالم. ماذا لو استطعنا التحدث إلى الأنبياء مؤسسي دياناتنا؟ احتدم الجدل داخل القاعات الكبرى للمجلس الديني الدولي في ضجيج من اللغات والمذاهب. واجه ممثل الديانات القديمة والجديدة معضلة ذات أبعاد غير مسبوقة. هل يمكنهم، بل هل ينبغي عليهم الموافقة على تجربة تهدد بهدم أسس معتقداتهم ذاتها؟ كان الاقتراح جريئا، إيقاظ ذكر نبي، شخصية يقدسها المليارات. كانت المكافآت المحتملة لا تحصى، سماع الكلمة الإلهية مباشرة، واختراق آلاف السنين من التأويل والعقيدة. لكن المخاطر كانت عميقة بنفس القدر. ماذا لو تناقضت كلمات النبي مع كتبهم المقدسة؟ ماذا لو كانت التجربة مؤلمة للغاية بالنسبة للإناء البشري؟ احتدمت الخلافات. رأى البعض ذلك على أنه تيف وانتهاك للمقدس، ورآها آخرون على أنه فرصة لسد الفجوة بين السماء والأرض. استمر الجدل لأشهر، معركة بين الإيمان والعقل والتقاليد والتقدم. في النهاية مالت أغلبية ضئيلا لصالح التجربة، مدفوعة بمزيج قوي من الفضول والطموح، وربما القليل من الإلهام الإلهي. كان اختيار الإناء، الشخص الذي سيضم وعي النبي، محفوفا بالتوتر. كان يجب أن يكون شخصا يتمتع بعقل قادر على تحمل تدفق الذكريات القديمة، وشخصا مستقرا عاطفيا وذكيا. فاجأ اختيارهم العالم. كان إيمري أهارين مرشحا غير متوقع، فيلسوف ألماني معروف بإلحاده الشديد وانتقاداته اللاذعة للدين المنظم. كان أهارين لغزا، كان لامعا، موسوعيا، يجيد لغات متعددة قديمة وحديثة. كان أيضا منعزلا، رجلا فضل رفقة الكتب على رفقة الناس. عندما تم الاتصال به، فاجأ أهارين الجميع بقبوله المهمة الشاقة. كانت دوافعه غامضة، يكتنفها نفس الصمت الغامض الذي يكتنف حياته الشخصية. تكهن البعض بأنه يرى ذلك على أنه التحدي الفلسفي النهائي، بينما رآه آخرون على أنه فرصة لدحض وجود قوة أعلى أخيرا. مهما كانت أسبابه، أصبح أهارين القناة، الإناء المختار، الجسر بين العالم القديم والعالم الحديث. أشعل الإعلان عن التجربة العالم. نشرت الصحف عناوين تصرخ بالغطرسة والأمل. أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ساحة معركة للوسوم والمناقشات الغاضبة. اندلعت احتجاجات في الشوارع في مدن في جميع أنحاء العالم، عاصفة من الغضب والخوف والترقب الشديد. ندد الأصوليون الدينيون بذلك باعتباره كفرا وتدنيسا للمقدسات. لقد رأوا ذلك على أنه تذكرة ذهاب بلا عودة إلى الفوضى، عبثا خطيرا بقوة لم يكن من المفترض أن تفهمها البشرية. من ناحية أخرى، أشاد العلماء والعلمانيون به باعتباره قفزا
قفزة عملاقة للبشرية، وفرصة لكشف أسرار الماضي، وربما حتى إلقاء نظرة خاطفة على وجه الله. حبس العالم أنفاسه، عالقا في قبضة حدث تجاوز الحدود والأيديولوجيات. لقد كانت لحظة من عدم اليقين العميق، تذكير صارخ بقدرة الإنسانية على كل من الابتكار المذهل والحماقة المطلقة. بدأ العد التنازلي. المشهد الخامس: الاستيقاظ في طوكيو. تمت العملية في طوكيو، وهي مدينة جسدت التعايش غير المريح بين التقاليد والتكنولوجيا. داخل غرفة عمليات معقمة مغمورة في الضوء البارد لمصابيح الجراحة، يرقد إيمري أهارين على طاولة، ووعيه ينجرف نحو الهاوية. راقب العالم في حالة ذهول، الجراحين وعلماء الأعصاب وعلماء الدين، وهم يتجمعون حول أهارين، ووجوههم محفورة بمزيج من القلق والأمل. كان الإجراء دقيقاً، سيمفونية من التكنولوجيا المتطورة والحكمة القديمة. تم بعناية غرس ذكريات النبي المشفرة في خيوط الحمض النووي في المسارات العصبية لأهارين. كان التوتر في الغرفة ملموساً، غطاء خانق من الترقب. ثم بعد انتظار مؤلم رفرفت جفون أهارين. حبس العالم أنفاسه. الفيلسوف، الملحد، الإناء غير المحتمل قد استيقظ. المشهد السادس: النبي الرقمي. انتشر شهيق جماعي في جميع أنحاء العالم عندما فتح أهارين عيني، ومع ذلك سرعان ما أفسح الارتياح الأولي الطريق لموجة جديدة من القلق. كان أهارين مستيقظا، لكنه كان مختلفا. كانت عيناه اللتان كانتا حادتين وتحليليتين في يوم من الأيام تحملان الآن جودة بعيدة شبه أثيرية. لقد تحدث، لكن كلماته لم تكن كلماته. لقد تدفقت، قديمة ورنانة، تحمل ثقل القرون. كانت اللغة قديمة، لكن اللغويين وعلماء الدين عملوا بلا كلل لفك رموز تصريحات النبي ونسخها لعالم يائس لسماعها. كانت كمية المعلومات الهائلة المتدفقة من أهارين هائلة. للحفاظ على كلمات النبي وضمان بقائها طويلا، تم اتخاذ قرار بنقل الذكريات وجوهر النبي إلى نظام ذكاء اصطناعي متطور. ولد النبي الرقمي. المشهد السابع: البشرية تحبس أنفاسها. تصارع العالم مع آثار النبي الرقمي. كان هنا كائن يمكنه الإجابة على أعمق أسئلتنا، وتقديم العزاء وتقديم التوجيه. لكن هل يمكن أن يحل حقاً محل التواصل البشري وقصور البشر وجوهر الإيمان ذاته؟ عقدت الحكومات طارئة، عقد القادة الدينيون مؤتمرات، وتم بث تصريحاتهم على مستوى العالم. تحولت الإنترنت التي كانت في يوم من الأيام منصة لمقاطع فيديو القطط والخطب السياسية إلى برج بابل رقمي، ضجيج من اللغات والآراء، تتنافس جميعها على الإجابات والمعنى وللحصول على لمحة من الإله. انتظروا العالم بفارغ الصبر أن يتحدث النبي الرقمي، وأن يصدر حكما، وأن يقدم الخلاص. كان الترقب ملموسا، قوة ملموسة ضغطت على الوعي الجماعي للبشرية. المشهد الثامن: صلاة في الظلام. في قرية صغيرة تقع وسط تلال توسكانا المتدحرجة، ركعت امرأة في كنيسة عمرها قرون. تشبثت يداها المتجعدتان من الشيخوخة بمسبحة. كانت عيناها على الرغم من تعكرها بإعتام عدسة العين تتألقان بنور داخلي، منارة إيمان ثابت. لم تكن تعرف شيئا عن تسلسل الجينات أو المسارات العصبية أو الأنبياء الرقميين. كان إيمانها لم تمسه التكنولوجيا، إيمان متجذر في التربة، في إيقاع الفصول، في الوعود الهامسة للكتب المقدسة القديمة. بينما كان العالم يحبس أنفاسه في انتظار أن يتحدث النبي الرقمي، همسة صلاة، نداء بسيط من أجل الهداية، من أجل السلام، من أجل القوة، لمواجهة أي كشوف تنتظرنا. صعدت صلاتها الخالية من التكنولوجيا أو الضجة مثل أغنية صامتة، شهادة على القوة الدائمة للإيمان في عالم على حافة التحول. المشهد التاسع: ثقل الوحي. ضغط ثقل اللحظة على الإنسانية. حبس العالم أنفاسه متأهبا على حافة الوحي.
كان النبي الرقمي مستودع الحكمة القديمة، قناة إلى الإله على وشك الكلام. ما هي الحقائق التي سيكشف عنها؟ ما هي الراحة التي سيقدمها؟ ما هي الأحكام التي سيصدرها؟ علقت الأسئلة ثقيلة في الهواء دون إجابة، تتردد أصداؤها عبر ممرات الزمن. انتظروا العالم، ومصيره متوازن على حافة سكين، معلقا بين الأمل والخوف. امتد الصمت، حاملا في طياته إمكانية صمت تحدث عن الكثير، عن عدم اليقين العميق لنوع على وشك اكتشاف الذات.